إزاي نستغل قرار الإغلاق المبكر اللي عملته الحكومة في إن إحنا نخس ونحسّن من مستوى صحتنا وحياتنا، بدل بقى ما نروح نجهّز الفشار وعجينة ال10 دقايق ونعمل بسكوت ومخبوزات ونشرب في بيبسي وحضّر الفشار وحضّر اللِب والسوداني ونرجع نتخن أضعاف، لأ يا جماعة دي فرصة عظيمة جدًا، طبعًا كلّنا خارجين من شهر رمضان الساعة البيولوجية بتاعتنا بايظة، بنسهر كتير وسحور وهنصلّي الفجر مش هينفع ننام، بالتالي كان نومنا متقطّع ومش مضبوط وبالتالي معظمنا خرج من الشهر الكريم ده وزنه زايد والدنيا مش تمام معاه. طب اليومين دول فرصة في منتهى العظمة لو حضرتك استغلّيتها وفهمت. بمعنى يعني لو أنا كنت متعوّد بانام الساعة 03:00 أو 04:00 صباحًا، وبالتالي باقوم متأخّر جدًا، يعني 03:00 وساعات 04:00 وبالتالي حرقي زي الزفت وأنا مش ماشي تمام وباتخن ومش عارف ألاقي حل من الدايت حتى اللي أنا باعمله مش لاقي نتيجة. طب الحل إيه؟ لو حضرتك بدأت وعايز تضبّط الساعة البيولوجية يبقى لازم تعرف إن الموضوع تدريجي. يعني إيه يا دكتور؟ بدل ما تنام 03:00 و04:00 صباحًا، المفترض إن أنت هتقعد كل 48 ساعة تضبّط نُص ساعة بدري، تقدّم الوقت شوية. يعني سيادتك بتنام 04:00 يبقى أول 48 ساعة هتضبّط نُص ساعة بدري شوية، هتنام 3:30 مش هتنام 4، ولو حضرتك بتنام 3 يبقى هتخلّيها بدري نُص ساعة يعني 2:30، وبالتالي هنقعد كل يومين نبدّر نُص ساعة، مع المراعاة إن إحنا هنثبّت ميعاد الاستيقاظ. يعني إيه يا دكتور؟ يعني نايم واخد حقك، مش واخد حقك لازم تثبّت لي وليكن إن 8:00 ده هو الميعاد الرسمي للاستيقاظ. ما أنا مش هاخد حقي يا دكتور. يا حبيبي في هرمون هنا قاعد مستنينا مهم اسمه هرمون الميلاتونين. إيه يا دكتور الميلاتونين ده؟ ده هرمون النوم ولازم يكون مضبوط علشان سيادتك تعرف تنام، ولازم تشوف النهار الصبح، لازم تشوف النهار، تشوف الشمس، تشوف إضاءة، عينيك تشوف نور، مش تفضل نايم لي طول النهار وتصحى بعد الضهر. بعد الضهر مين؟ ده أنت بتصحى بعد العصر يا شيخ. رقم 2 التحكم في الإضاءة، فكرة الإضاءة. هرمون الميلاتونين مرتبط بالإضاءة، بمعنى الهرمون ده بيشتغل على فكرة الإضاءة، هي اللي بيقود عملية إفراز الميلاتونين في جسمك الإضاءة، سواء إن أنت بتهدّي النور بالليل، يبقى بالليل فكرة إن أنت الإضاءة تقِل، يعني أنت زي ما اتفقنا هتنام 03:00 في الأول أو 03:30، بتضبّط أوضتك إزاي؟ ما هو أوضتك هي السر كلّه، الدوشة تقِل، التليفونات تتعمل سطوع قليل أوي، وضع القراءة الليلي يعني هدّي إضاءة الأوضة، لازم لو عندك جو برد يبقى معقول أوي ده هيبقى مناسب في النوم، لو عندك تكييف وهتشغّل على البارد ما فيش أي مشكلة، الجو البارد هو اللي بيساعد على النوم مش العكس. وموضوع إنك ترُد على الnotification بتاعة الموبايل وكل شوية تمسك الموبايل كل ربع ساعة كده تبُص مين بعت لي، مش هينفع، حضرتك لازم تعمله silent وتهدّي إضاءته، لو هتقرا شوية لغاية أمّا تدخل في النوم ما فيش مشكلة، بس تهدّي الإضاءة. اتفقنا للمرّة التالتة إن الإضاءة هي المرتبطة بإفراز هرمون الميلاتونين، وإحنا عايزين الهرمون ده يكون مضبوط بفكرة إن هو يُفرز بشكل صح، وبالتالي تدخل في عملية النوم. فكرة تثبيت ميعاد الاستيقاظ اللي هي التقنية اللي بيسموها الاستيقاظ الإجباري، يعني ساعات حضرتك مثلًا ما استغرقتش في النوم من أول ما دخلت السرير، بمعنى هدّيت الإضاءة يا دكتور ووقّفت الnotification وعملت الجو البارد ومش عارف إيه، يا دكتور بس آخد حقي بقى ما أنا هانام 8 ساعات هاصحى الساعة 12، لأ يا حبيبي إحنا اتفقنا من البداية لو عايز تضبّط الساعة البيولوجية بتاعتك يبقى لازم تثبّت ميعاد الاستيقاظ. فكرة إنك تصحى 08:00 وأنت مثبّتها وتفتح ستاير الأوضة وتشوف الإضاءة، هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم بيبدأ يتضبّط من هنا، وبالتالي مسألة تنظيم إفرازه من هنا بتيجي، إحنا اتفقنا إن هو مرتبط بالإضاءة. أيوه، يعني أنا يا دكتور مش هاخد حقي، ما هو أنت بمرور الوقت لمّا هتبدّر ميعادك نُص ساعة كل يوم أو كل يومين، بالتالي هتوصل لمستوى النوم المستقر، بمعنى إن جسمك بيحتاج من 6 ل8 ساعات، فكل فترة لو بدّرت نُص ساعة يبقى هتوصل للمعدل ده وفي فترة قصيرة، بس لازم بنعيد تثبّت ميعاد الاستيقاظ. أول 4 أو 5 أيام أو حتى أسبوع مش هتاخد حقك بشكل كافي، إن أنت بتنام النوم اللي هو إيه، آخد حقي، آخد حقي، اللي هو إيه لازم 8 لأ مش لازم، حضرتك ممكن تكتفي بال5 ساعات أو بال4 ساعات ونُص في الأول لغاية أمّا توصل للمستوى اللي يريّح جسمك، ما أنت بتبدّر بقى ميعاد نومك من قبلها بنُص ساعة. وبتقعد كل 48 ساعة تاخد الخطوة دي، مثبّت ميعاد 08:00 وبتبدّر في مين، في دخولك السرير، بتبدّر نُص ساعة. آخر حاجة بقى بخصوص الموضوع عشان نقفل الموضوع بشكل صح، موضوع الكافيين اللي إحنا طول الوقت كل ساعة فنجان قهوة، كوباية شاي، نسكافيه كمان، ما هو ده برضه بيعمل تنبيه، يبقى ضد اللي إحنا عايزينه أصلًا، يبقى حضرتك لازم توقّف آخر فنجان قهوة من بعد ما تتغدى، يعني مثلًا اتغديت على 16:00 والّا 17:00 ده آخر فنجان قهوة ممكن تفكّر فيه، ما تاخدش قهوة أو كافيين أو شاي أو حاجات من المنبهات دي قبل ميعاد نومك ب8 ساعات، اتفقنا كده؟ موضوع كمان الأكل التقيل، بالليل بنقعد بقى ممكن نطلب بيتزا، بناخد وجبات سريعة، فراخ مقلية، الكلام اللي هو مخبوزات ومعجنات وفطاير وكلام كده يعني ما أنزل الله به من سلطان، لأ مش هينفع ناكل تقيل قبل ما ندخل ننام، فتخفف شوية عشاك عشان يساعدنا في فكرة تضبيط الساعة البيولوجية بتاعتنا المرضية. في النهاية الغرض من الفيديو ده إيه يا جماعة؟ إحنا مش عايزين نحط رقم ثابت لكل شخص، الدنيا بتختلف، في واحد موظف بيصحى 7:00 ينزل، في واحد تاني
ممكن يصحى مثلًا بعديه الساعة 09:00 الساعة 10:00. إحنا مش عايزين نثبّت ميعاد لكل واحد، بس الموضوع ما يخرجش برّه الطبيعي، بمعنى إحنا محتاجين نكون منطقيين، إحنا محتاجين كلنا نشوف النهار. الموظف كده بيصحى بيشوف النهار. طب لو حضرتك مش موظف الصبح وما عندكش حاجة تربطك في الصحيان بدري، يبقى هتصحى 10:00، هتصحى 11:00 عشان تقدر تشوف الإضاءة وبالتالي تضبط مستوى الميلاتونين ده. طيب ده هينعكس على الحرق يا دكتور، أُمّال إحنا بنتكلم في إيه من الصبح؟ الحرق هو قايم على الفكرة ديّة، إن أنت تنام عدد ساعات نوم كافي، بمعنى بس ما تاخدش بقى ال6 أو ال8 ساعات بتوعك اللي هو إيه، تاخدهم في النهار وتضيّع النهار منك. ما هو الفكرة إن كلنا بلا استثناء لازم نشوف النهار. يبقى في صاحبنا الموظف هيصحى 07:00، حضرتك لو مش موظف هتصحى 11:00، يعني في النهاية شُفت النهار وقعدت صحيت فطرت صليت الضهر، قعدت حضرت النهار عشان الدنيا تضبط شوية. فكرة بقى إن أنت عايز تشوف النهار الساعة 17:00، لأ ده كده ما فيش نهار، وحضرتك خربتها ومستوى حرقك باظ بسبب خلل الساعة البيولوجية اللي أنت مصمم ما تصلحهاش. قولوا لي بقى في التعليقات تحت بتناموا إمتى وبتصحوا إمتى؟ وهل ده منعكس على زيادة الوزن عندكم؟ يا ريت تفهمونا، ولو عندكم غلطات تعالوا نصلحها سوا مع بعض. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.